النهارده معانا مشكلة بنوتة بتسألني. أنا بشتري برفانات غالية جدا، وبقيت بجيب حاجات كمان اوريجينال مش كوبي ولا أي حاجة، وبدفع شيء وشويات في البرفانات دي، وفي النتيجة في الآخر برضو بلاقي ريحتي مش حلوة، والناس كتير بتنفر مني وبتبعد عني. كان عندي صحاب ابتدوا إن هم يبعدوا، كمان جوزي بقى بيتضرر مني وبقى بيبعد عني. أعمل إيه وإيه سبب اللي أنا فيه ده؟ طيب، مبدئيا كده تعالي نقسم الحكايه بتاعه الريحه الوحشه دي لكذا نقطه، وهقولك على كل النقاط اللي بتسبب ان انت تخلي ريحتك وحشه. حتى لو انت حاطه اغلى البرفانات اللي في الدنيا، لو عملتي الحاجات دي بطريقه غلط، مهما استخدمتي حاجات غاليه هتفضل ريحتك وحشه. يلا بينا نشوف نقطه نقطه وازاي نقدر نحلها. اول حاجه الشاور لازم بيكون يوميا، صيف شتاء. طيب احنا في الشتاء بتبقى الدنيا ساقعه، ازاي نفضل نستحمى كل يوم؟ لو انت اتعودتي من البدايه ان انت كل يوم لازم تاخدي الشاور، عادي خالص في الشتاء هتقدري ان انت يوميا برضو هتاخدي الشاور بتاعك في نفس الميعاد بتاعه. وربنا يخلينا السخان، يعني مش محتاجين ان احنا نسخن ميه بقى في حلل ولا بتاع. السخان بينزلك ميه سخنه على طول، تبقي متدفيه وتبقي ريحتك حلوه وزي الفل. لازم الشاور بتاعك بتاع كل يوم ده صيف شتاء. ما ينفعش ان انت تقعدي يعني كذا يوم من غير ما تستحمي، لان ريحه العرق دي حتى لو حطيتي عليها اغلى البرفانات هتقلب معاكي بريحه وحشه. وكمان لو انت بتحطي برفانات مركزه او مزيلات عرق مركزه، كل ما كانت الريحه اتقل كل ما هتقلب ريحه العرق بتاعك بطريقه ابشع. هتلاقي الناس كلها فعلا بدات تبدا تبعد عنك، لان ما ينفعش ان احنا نحط برفانات على جسم مش نظيف او على مكان فيه عرق. برفان مع عرق يقلب بريحه مش قادره اقول لك مدى وحشتها قد ايه. لكن لو انت تعودي ان انت كل يوم تاخدي الشاور بتاعك وبعدين تحطي المزيل بتاعك والبرفان بتاعك، هتفضل ريحتك حلوه على طول. دي كانت اول نقطه. تاني نقطة معايا، صادف معاكي يوم ان انت مش قادرة ان انت تستحمي وتعبانة ومش قادرة خلاص مش هتنفع ان انت تستحمي، تعملي ايه؟ على الاقل هنغسل منطقة الاندر ارمز، تغسليها كويس جدا بالشاور وتنضفيها وتنشفيها كويس جدا. لازم التنشيف علشان ما تتكونش عليكي الاماكن بتاعة اللي فيها مية في الجسم، بيتكون عليها بكتيريا كتير، البكتيريا دي بتعمل ريحة وحشة وكمان بتؤدي لكتير من الامراض. لكن لو انت غسلتيها كويس جدا بالشاور بتاعك اللي انت متعوده عليه يكون بينضف، وتنشفي المكان كويس جدا جدا جدا، وتحطي مزيل العرق بتاعك، هتضمني ان المكان ده هيفضل نظيف حتى لو انت ما استحميتيش اليوم ده. وطبعا مش دي المكان الوحيد اللي احنا هننضفه، لا انت لازم تنضفي تحت الابطين والمنطقه بتاعه البيكيني والاماكن المستخبيه زي ورا الودن، لان يعني انا مش عارفه اقول لكم، البنوته من يوم ما بتتولد بيخرموا لها ودنها يعلقوا لها فيه الحلق الذهب، تفضل لابساه طول حياتها، ما بتنضفش المكان ده خالص. المكان ده بيعمل ريحه وحشه جدا جدا جدا. حتى لو انت مش شماها، الناس اللي حواليكي بتشمك على طول. صاحب الحاجه ما بيكونش شاممها، لكن الناس اللي بتكون جايه له من بره، لو حد جاي وبيبوسك هيشم الريحه دي، فهيبقى هتنفره منك، مش هيبقى عايز ان هو يقرب منك، هيحس بنوع من القرف فهيبعد عنك. فاحنا ليه نعمل كده في نفسنا؟ لا، احنا ننظف المكان بتاع الودن ده كويس جدا، مكان الحلق نقلع الحلق الذهب كل فتره ونغسله ونغسل الاذن بتاعتنا وبعدين نرجع نلبسه تاني. وانا عن نفسي ما بحبش الحلقان الذهب، بحب الاكسسوارز لانها على طول بتتشال وبتتلبس غيرها، مش بتفضل موجوده في نفس المكان ده على طول. حته كمان الحتت اللي ورا الركب، الركبه بتاعتك المفصل اللي من وراها، الحته اللي داخله دي لازم برضو تنضفيها على طول. حتى لو انت مش هتستحمي، تاخديها تغسليها بالشاور برضو وتنشفيها كويس جدا. انا بركز على حته التنشيف، لان انت لو غسلتي فقط وسبتيها بميتها هتعمل لك بكتيريا كتير، وممكن كمان البكتيريا دي تتطور لتنيا. التنيا دي بتبقى علامات كده في الجسم، بتعمل لك حكه، وبتبقي مش قادره من كتر الحكه دي، بتفضلي تهرشيها لغايه ما تتعور، وانت مش بحاجه ان انت توصلي لده. احنا مشكلتنا في الريحه الوحشه، فاحنا بنحاول ان احنا نتخلص منها من غير اي اضرار تانية. النقطه اللي بعدها وهي في نوع الملابس اللي احنا بنلبسها. طبعا احنا على طول بنسمع ان البنت او الولد او ايا كان لازم يلبس هدوم قطن. طب اشمعنى القطنيات؟ لان في انواع من الهدوم بتبقي لسه طالعه من الحمام، استحميتي وحطيتي برفاناتك وسبريهاتك وكل حاجه وبقيتي فله، وتلبسي الهدوم نظيفه وتنزلي بيها الشارع، ما لحقتيش تمشي نص ساعه تلاقي بقت ريحتك وحشه جدا. طب ده بسبب ايه؟ بسبب نوع الملابس اللي انت لابساها، زي النايلون زي البولي استر. الحاجات دي لما بتكون 100% من غير نسبه قطن خالص بتعمل ريحه مقززه. نوع القماشه نفسها بيعمل ريحه مش حلوه ابدا، فلازم ان احنا نتجنب الانواع دي من الملابس. نلبس الاحسن قطن علشان يمتص العرق ويعمل الريحه بتاعتنا نبقى زي ما نزلنا زي ما رجعنا ريحتنا نظيفه وزي الفل، محدش يتضايق مني. طيب هتقولي لي طب انا عندي هدوم فعلا بتعمل ريحه وحشه كده وهي مش قطن، وانا مش هرميها، انا اشتريت الهدوم دي يعني انا هوديها فين؟ هقولك تمام، البسيها عادي بس البسي تحتها قطعه قطن، فانيلا بنص كم تكون قطن تشرب العرق اللي انت هتعرقيه وانت ماشيه، فبالتالي ما يوصلش للهدوم الخارجيه دي، وتفضلي ريحتك نظيفه زي ما نزلتي زي ما رجعتي.
النقطة اللي بعد كده اللي بتعمل ريحة عرق مش حلوة أو بتغير من ريحة الجسم عموما ومن ريحة الفم هي الأكلات اللي احنا بناكلها. لو انت متعودة ان انت بتاكلي الأكل بتاعك فيه توابل كتير، التوابل دي بتغير من ريحة الجسم وممكن تخليها يبقى ريحتها وحشة جدا. لو انت الأكل بتاعك مثلا بتاكلي بسطرمة، فالبسطرمة دي فيها حلبة أو بتشربي حلبة، الحلبة كفيلة انها تغير ريحة الجسم بتاعك وريحة فمك حتى لو انت لسه مستحمية ونازلة، لأن بمجرد ما بتعرقي بتقلبي الريحة بتاعة الحلبة، بتطلع على طول، بتمسك في الهدوم، بتخلي كل الناس اللي حواليك تكون قرفانة منك، وانت كمان بتكوني شامه ريحتك. يعني انا لسه من شويه بقول صاحب الريحه مش بيكون شاممها الا في الحلبه، ريحه الحلبه دي بتكون فجه كده وقويه جدا وبتكون ريحتها وحشه جدا. طب هتقولي لي يعني ما ناكلش خالص، انت بتعقدينا ليه؟ احنا كل الاكل بتاعنا بيكون في الشارع، بيكون معرفش ايه، مش احنا اللي بنحط التوابل، هي بتبقى محطوطه جاهزه. لا، كلي واعملي اللي انت عايزاه، بس بمجرد ما تاكلي الاكل اللي فيه توابل كتير ده او حلبه، اشربي كميات ميه وفيره، لان الميه بدورها هتعمل ان الاكل بتاعك ده يتهضم بسرعه وهتغير لك من ريحه جسمك، تخلي الريحه بتاعته تكون حلوه. وكمان تشربي عصاير، وبالذات عصير الاناناس. عصير الاناناس كفيل لوحده بتغيير ريحه جسمك، بيخلي العرق بتاعك يبقى مش ريحته وحشه، بيغير ريحه جسمك لريحه حلوه جدا. تمام. طيب ده بالنسبه لريحه الجسم والحاجات اللي احنا بناكلها والحاجات اللي احنا بنشربها. طيب الفم كمان بيطلع ريحه وحشه. لو انت متعوده بتاكلي بره، مش بتغسلي اسنانك بعدها، مش بتتمضمضي، فانت بيبقى بقايا اكل واقفه بين الاسنان. لازم يبقى معاكي علبه خله سنان او اللي هي بيكون فيها خيط تنضفي سنانك اول باول. لازم كمان تكون معاكي فرشه سنان صغيره وانبوبه معجون صغيره، علشان لو انت موجوده في اي مطعم وفي طبعا حمام في حنفيه، تقدري ان انت تغسلي اسنانك هناك، وحتى لو من غير معجون بيكفي الفرشه بتاعه الاسنان، تدعكي بيها اسنانك كويس جدا علشان تنضفي كل الاماكن اللي بيكون متعلق فيها الاكل. وكمان ما تعمليش طبقه جير، لان طبقه الجير دي الى جانب انها بتخلي في لون اصفر، كمان بتبقى بتعمل ريحه وحشه. مجرد ما تحطي لسانك كده على اسنانك وتحسي ان في جير او في طبقه خشنه، لازم تتخلصي منها على طول. فنصيحه مني ليكي، لازم يبقى معاكي فرشه سنان صغيره، ودي بتتباع في الصيدليات، مش لازم الكبيره، تخليها معاكي في شنطتك على طول. خلصنا من كل ده، لازم تبقي حاطه في بقك مستيكه، ويا ريت تكون بنعناع، لان ريحه النعناع بيضيع اي ريحه وحشه موجوده في النفس. طب ما بتحبيش المستيكه او مش بتحبي ان انت تاكلي مستيكه بره البيت؟ قرنفل. هاتي قرنفل، كيس حطي فيه قرنفل، وابداي ان انت حطيه واضغطي عليه باسنانك لغايه ما ينزل كل الميه بتاعته، تبقى متعقمه بتعقمي بيها بقك، وابلعيها عادي، وبعدين ارمي القرنفل ده. وخليه كده على طول عندك على الحوض في الحمام ازازه موجود فيها قرنفل وميه، هتلاقي ان الميه دي لونها ابتدى يغمق لما الزيوت بتاعه القرنفل تنزل فيها. وكل يوم الصبح وبالليل اعملي مضمضه بالازازه دي، هتخلي مفيش ريحه حاجه وحشه ابدا ابدا من نفسك. ويعني جربيها مرتين في اليوم وبجد هتدعي. النقطه اللي بعد كده وهي استخدام نفس الملابس يوميا. يعني انا رحت النهارده الشغل، لبست الطقم اللي انا لابساه ده، طبعا حاطه مزيل عرق وحاطه برفانات ومستحميه وزي الفل وريحتي جميله. رجعت من بره، اخدت الهدوم علقتها على الشماعه، حطيتها جوه الدولاب على طول، ما هوتهاش ولا اي حاجه. جيت تاني يوم نازله مشوار، رحت اخده نفس الطقم من على الشماعه ولبسته هو ونزلت بيه. الكلام ده غلط طبعا. اولا الهدوم اللي ترجعي بيها من بره لو مش هتغسليها وقتيا، لازم تهويها، تحطيها في الهواء، علشان اي عرق كان موجود فيها لازم انه يتبخر. طبعا الكلام ده في الهدوم اللي من فوق، الجنسات يعني هي معموله اساسا مش انها تتغسل كل يوم، معموله ان هي بتغيب على بال ما بتتغسل. لكن برضو ما انصحكيش ان انت تلبسي نفس البنطلون يوميا، حاولي ان انت تبدلي في البنطلونات وخلي البنطلون يتلبس على فترات، بلاش ان انت تلبسيه كل يوم. والافضل طبعا ان انت تلبسي جيبه تكون مبحبحه كده وفضفاضه، ويعني تبقي ماشيه واثقه من نفسك، شكلك حلو ومحترم، وفي نفس الوقت ما تبقاش ملامسه لجسمك فما تعملش عرق معاكي او احتكاك. كمان عايزه اقول لك ان انت لما تلبسي نفس الطقم كل يوم بنفس البرفانات اللي موجوده فيه، حتى لو انت هويتيه هتلبسيه بكره، هو في ريحه عرقك، في الريحه بتاعه البرفان اللي كنت حاطاه، في الريحه بتاعه المزيل العرق اللي انت كنت حاطاه، فمع حبه عرق كمان هيقلب الروايح دي كلها ريحه مش حلوه. فنصيحه مني ليكي، ما تلبسيش الطقم يوميا هو لا، نوعي بين الاطقم بتاعتك. وكمان انا كده بتكلم على الهدوم الخارجيه، الهدوم الداخليه طبيعي لازم هتتغير يوميا، وخصوصا البنتي ده، يعني ده لازم بيتغير في اليوم حتى كذا مره، مش هقول غيريه مره واحده في اليوم، في الطبيعي ان ده بيتغير في اليوم كذا مره، علشان الانسان بيبقى عرقان جوه جسمه نفسه فيه عرق. فما ينفعش اني ابقى لابسه قطعه ملابس ملامسه جسمي وتكون مبلوله من كتر العرق، دي هتجيب لك بكتيريا وهتعمل لك امراض مش حلوه، تضطري بقى ان انت تروحي وتعالجي وتعملي، انت في غنى عن كل ده. فضروري البانتي والبرا لازم كل يوم يتغيروا، حتى لو انت مش قادره تستحمي.
يعني مش تقولي انا ما استحملتش النهارده فمش هغير، لا، حتى لو انت مش قادره تستحمي هتغيري هدومك الداخليه وتغسلي المناطق اللي قلنا عليها كويس جدا وتنشفيها كويس جدا لغايه تاني يوم اما تستحمي، ويبقى كل الدنيا فيكي، جسمك وهدومك وكل حاجه فيكي نظيف. في نقطه كمان بقى، ان انت تكوني بتستخدمي منتجات غلط. ازاي؟ ان مثلا شفتي على جروب ان البنات كلها بتشكر في نوع مزيل عرق معين والنوع ده غالي وكل البنات بتشكر فيه، فتلقائي رحتي واشتريتيه واستخدمتيه وبرده ريحتك عرق، برده الريحه مش حلوه. طب ما ليه؟ ما الناس كلها بتشكر فيه، اشمعنى معايا انا ما طلعش حلو؟ علشان انت جلدك غير جلدهم، ممكن تستخدمي اغلى حاجه وكل الناس بتحبها وماشيه معاها كويس جدا ومعاكي انت لا. اول ما تحطي الريحه بتاعتها دي على جسمك، جسمك مش بيقبلها، بيقلب معاها بريحه تانية وحشه. او مثلا انت عندك فرط في التعرق، فلما تيجي تحطي سبراي عادي لمزيل عرق تلاقي انه مش مؤثر معاكي، مش محوق، انت محتاجه حاجه مانع للتعرق. فلازم تجربي كذا نوع لغايه ما توصلي للنوع المناسب ليكي، اللي انت لما تستخدميه يمنع لك ريحه العرق ويخلي ريحتك كمان تكون حلوه. ما تعتمديش على اي ريفيو من اي حد الا لما تجربي بنفسك. حاجه كمان بتعمل ريحه وحشه وهي جايه من الحذاء اللي انت بتبقي لابساه. ما ينفعش ان انت تيجي من بره تقلعي الحذاء بتاعك وتشيليه في جزامه مقفوله ما فيهاش تهويه، وتيجي تلبسيه تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم كل يوم هو من غير اي تهويه. ما ينفعش طبعا لانه بيعمل ريحه وحشه جدا. اقلها خدي الحذاء بتاعك حطيه على جرنان مثلا في البلكونه، متعرض للشمس، يتهوى في الهواء كده بتاع ربنا ويجي عنده شمس، بحيث ان هو يقتل اي جراثيم او ميكروبات موجوده فيه ويطلع اي ريحه ما كانتش حلوه منه، فلما تيجي تلبسيه بعد كده تلاقيه نظيف. حاجه كمان، الشراب اللي انت بتلبسيه ما ينفعش ان انت تفضلي لابساه للنهار. انا خرجت بالشراب رجعت بيه من بره فضلت لابساه في رجلي اصل الدنيا ساقعه، جيت تاني يوم هنزل بيه هو اصل الشراب لسه نظيف. ما ينفعش. انا رجعت من بره من المشوار بتاعي، اقلع الشراب تلقائي احطه في الغساله يتغسل او اغسله على ايديا في ساعتها، والبس شراب غيره تاني في البيت لو انا سقعانه. هاجي اخرج تاني يوم اقلع الشراب اللي كنت لابساه لان انا اكيد عرقت فيه وانا نايمه وانا بتحرك في البيت، والبس شراب تاني جديد يكون نظيف ومغسول، وابدا ان انا انزل اروح مشواري زي ما انا عايزه. الحاجات دي ممكن بتفوت عليكي وما بتبقيش عارفه، يعني انا لاقيه ان الشراب نظيف، ايه اللي هيخلي ريحته وحشه؟ ايه اللي هيخلي ريحه رجلي وحشه؟ لا، انت ما بتاخديش بالك من الحاجات دي لكن الناس اللي حواليكي هتاخد بالها. فنصيحه مني ليكي، لازم تبقي يعني حريصه قوي في ان انت تغيري الملابس بتاعتك من اول راسك لحد رجلك يوميا. اخر نقطه بقى، لو عملتي كل النصايح اللي انا قلتها وبرده لقيتي فيه ريحه وحشه في جسمك او بتعرقي كتير، لازم تلجئي للدكتور، تعملي تحاليل وتروحي تكشفي، لان ده ممكن يكون بسبب مرضي، ممكن يكون عندك مقاومه انسولين، ممكن يكون عندك سكر، ممكن يكون عندك اي مرض من الاعراض بتاعته او الاعراض الجانبيه بتاعته، انه بيعمل ريحه عرق وحشه او انه بيخليكي تعرقي بزياده. فطبعا لازم تتابعي، لو انت عملتي كل الحاجات اللي انا قلتها وما لقيتيش نتيجه لازم تروحي تعملي تحاليل وتكشفي عشان تطمني على نفسك. وبس كده، ده كان الموضوع بتاعنا النهارده والفيديو، يا رب يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو في كل مكان عشان يوصل لاكبر عدد من البنات، سبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم مني كل جديد اول باول، ولو عندك اي استفسار سيبوه لي في كومنت او كلميني على الماسنجر وهرد عليكي في الحال اول ما اشوفه. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.